سؤال من أب لولد عنده 16 سنة بيقول: ابني داخل ثانوية عامة ومش بيسيب التليفون خالص، ممكن آخد التليفون من وراه وأعمل كأنه ضاع عشان يركز شوية في مذاكرته؟ لا يا فندم، أرجوك ما تعملش كده لو سمحت، لكذا سبب. أولا، ثانوية عامة ده مش صغير خالص، فمش هتعرف تضحك عليه. ثانيا، ممكن يكون منزل تطبيق على تليفونه، أو حتى في تليفونات بتنزل كده أصلا بيكون فيها خاصية إن لو التليفون ضاع حتى لو مقفول بنعرف نوصل للتليفون فين. فلو عنده الخاصية دي واكتشف إن حضرتك اللي خدت التليفون هتبقى كارثة كارثة في كسر الثقة ما بينكم، اللي أنا في رأيي لو حصلت هيبقى صعب جدا يثق في حضرتك تاني. أنا فاهمة إن نية حضرتك نبيلة وطيبة وعايزه يبعد عن التليفون شوية ويركز في مذاكرته، بالذات إن هو داخل ثانوية عامة، سنة مهمة جدا، لكن هو عمره ما هيتفهم كده أبدا. اللي هو هيشوفه إن حضرتك كدبت عليه وخدعته، ومعلش سامحني استعيلته وما احترمتش سنه وذكائه. يعني عشان أشرح أكتر، بتهد علاقتك بيه تماما. وبعدين ثانية واحدة، هو لو فرضا تليفونه ضاع أو اتسرق، ما حضرتك هتبقى مطالب إنك تجيب له تليفون تاني. طب ما نبقى عملنا ايه؟ ولو قلت له لا مش هجيب لك دلوقتي، هتبقى خناقته مع حضرتك انك حارمه من حاجه هو نفسه فيها ومهمه بالنسبه له. فحضرتك كده مش بتحل المشكله غير بشكل مؤقت جدا، وفي المقابل بتخاطر بعلاقتك بابنك اللي هي اهم من اي حاجه في الدنيا اصلا. ومش بس كده، حضرتك كده مش بتعلمه تحمل المسؤوليه، مش بتفهمه انه داخل على مرحله جديده ومحتاجه تركيز واجتهاد. وكمان ثانويه عامه ده يعني كلها 4-5 سنين وهيتخرج ويشتغل بإذن الله. لما يقع في مشكلة ساعتها حضرتك هتحلها له ازاي؟ ولا هتتحمل المسؤولية دي ازاي أصلا؟ وهو هيحل أي مشكلة بعد كده يقع فيها ازاي طالما ما دربناهوش من وهو صغير على تحمل المسؤولية ودفع ثمن أفعاله؟ حضرتك هتقولي ماشي، يعني أعمل إيه؟ هتقول له مرة واثنين وثلاثة وعشرة بكل حنية وحب، بس بكل حزم، انه لازم يسيب التليفون وقت المذاكره، ان شاء الله يطلعه بره الاوضه خالص، وتتفقوا على كده اتفاق رجاله جدعان، وتديله مكافآت على مذاكرته انه بذل مجهود، وتكافئه برضه لما يجيب درجات كويسه في اي امتحانات مثلا في المدرسه او حتى في الدروس، عشان يفهم انه لازم يبذل مجهود، ولما بيبذل حضرتك بتقدر ده، وكمان عشان يفهم ان النتيجه مهمه وان حضرتك بتشجعه انه يجيب درجات كويسه بمجهوده. واخر حاجة، انا برجو حضرتك لو ابنك واثق فيك وعلاقتكم كويسة، اوعى تعمل اي حاجة تخلي الثقة دي تتكسر، لانه لو بطل يثق فيك صعب جدا نرجع العلاقة ايجابية تاني. وربنا يوفقه ويجيب احسن درجات هو وكل ولادنا يا رب. سلام عليكم.